تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة عام 2026 آثار العديد من الجدل والنزاعات والاختلافات بين العديد من المثقفين بسبب اختلاف اللجان عن سنوات سابقة للأسوأ من وجهة نظري، فضلا عن تقليص عدد اللجان، فضلا عن تغيير أسماء لأسماء غير مفهومة بأي حال من الأحوال. هذا التصديق من قبل وزيرة الثقافة جيهان زكي على هذا المجلس جعل العديد من الأفراد في حالة نوع من الجدل والغضب بشكل أو بآخر. المجلس الأعلى للثقافة لجانه عبارة عن 28 لجنة بتضم أكثر من 600 عضو، لا يقدمون سوى مجموعة من الندوات التي لم يحضرها أحد، ومؤتمرات بتخرج بتوصيات بتتراكم في أدراج بيروقراطية ممتلئة فعليا وعلى الأرفف لا يتم الأخذ بها ولا تؤخذ من قبل أجهزة الدولة عند اتخاذ القرارات المصيرية أو أي نتائج أعمالها لا تصل لمتخذي القرار. أيضا في عدد كبير أو من المثقفين خاضوا الكثير من المعارك لتكون قرارات المجلس الأعلى للثقافة ملزمة للدولة وتأخذ بها الدولة، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. فمهما أصدر المجلس الأعلى للثقافة من مشروعات قوانين أو سياسات لتغيير وجه الإدارة الثقافية في مصر، فإن هذه السياسات يكون مصيرها الأدراج والركن على الأرفف. واختيارات الوزارة في الفترة الأخيرة لأعضاء المجلس غير موفقة، لأن الاختيارات أساسا بتتم من خلال آليات غير مفهومة وغير واضحة، وتمثيل الشباب فيها غير ممثلين بشكل كبير. بيتم الاعتماد على العواجيز للأسف الشديد، وبعد التشكيل والتشكيل الحالي قريب من الأعضاء السابقين ما فيش تغيير بشكل كبير إلى حد نراه. أيضا الأمر ما اقتصرش على إضافة أسماء جديدة إلى اللجان وخروج البعض من التشكيل القديم. لم يحدث تشكيل جذري بالمعنى المعروف، ولكن النقطة المضيئة الواحدة هي تمثيل بعض الشباب ودخول طاقات شبابية جديدة. أيضا التشكيل الجديد به أعضاء من خارج نطاق التخصص، زي مثلا لو قلت لجنة العمارة على سبيل المثال كانت بتختار خبرات كبيرة وأشخاص لديهم ثقل يطلق عليهم شيوخ العمارة، إلى أن هذه المرة تم اختيار أفراد من خارج اللجان، وهو ما يقلل قيمة هذه اللجان. وبرضو من ناحية أخرى أن تشكيل المجلس 48 لجنة من الوارد أن يكون هناك بعض الاختيارات غير الموفقة وليس لهم علاقة بكونهم كفاءات بقدر علاقتهم بحسابات خاصة بمن يقومون بوضع التشغيل. ولكن المشكلة مش هنا بس، المشكلة في إدارة العواجيز اللي بتهيمن على المجلس الأعلى للثقافة، وليس بس المجلس الأعلى للثقافة بل على معظم قطاعات الدولة، وده السبب اللي جعلنا متأخرين حتى اليوم عن الدول المتقدمة، لأن احنا بنصر على استمرار هذا الوضع ومهاجمة أي محاولات شبابية لقيادة المجتمع، والتي ستبقينا للأسف الشديد في الخلف، على الرغم من دعم القيادة السياسية للشباب ودعم الدولة للشباب وضرورة أن يتبوأ الشباب مناصب ومراكز في المسؤولية في المجتمع، إلى أن المجلس الأعلى للثقافة وبعض المؤسسات في الدولة بتحرص على أن يكون إداراتها من قبل عواجيز وكبار السن تحت مسمى خبرات دون إعطاء الفرصة للشباب. هذا ما أردنا أن نقوله. شكرا لكم.